اليوم حبيت نتدخل فقط، حبيت نقول لكم شيء باش نحطوا شهادة للتاريخ. في حكومة الترويكا هزيت 4 شهود في قضية الرائد المنصوري، حفظت القضية عند النيابة العمومية. وفي قضية فيصل بركات أوقف 3 أطباء، مستشار رئيس الجمهورية يتدخل لتهديد العائلة بعد الثورة. باش تفهموا لي أنا مش نقدم شهادة ما بعد شهادة الثورة، اليوم يلزمني نقدمها في حكومة الترويكا، لأني قدمتها في حكومة بن علي وما خفتش من الفرد اللي كان محطوط على راسي. اليوم مش نقولها ونقول فما مستشارين يتدخلوا اليوم في مسارات القضاء وهدوا محامي وخوش شهيد رشيد الشماخي، ومشاو لحاكم التحقيق وقفوا قدامه وقالوا له 3 من المتهمين ضمن راهم خيرة أطبائنا، هما مدلسين أوراق، راهم خيرة أطبائنا. ووقع إطلاق سراحهم بعد أسبوعين من الإيقاف. حتى تعلموا، حتى مستشار رئيس الجمهورية، لا مستشار رئيس الجمهورية الحالي في حكومة الترويكا يتقدم حتى يداري قضية طالما هددنا فيها بالقتل، طالما هددنا فيها بالقتل، وقدم شهادة عند حاكم التحقيق ممضاة باسمه. حتى تعلموا أن دماء الشهداء في حكومات الدكتاتورية وفي حكومات العدل أو ما يتمهم أنه حكومة عدل يمكن أن تصيب منا ما أصابتنا الدكتاتورية. ولذلك أقول بأن إخوتكم اللي تويكا في البرد راوا في حكومة العدالة وفي حكومة الانتخابات وفي حكومة الشرعية اليوم فما 7000 سجين سياسي ما ياخذوش حقوقهم، ومرسوم محمد الغنوشي لا يفعل. نعرف اللي القنوات مش تتسكر الآن، لا يفعل مرسوم محمد الغنوشي في حكومة المنتخبة شرعيا. فبالتالي أدعوكم كلكم وأدعو الشعب التونسي من خلال كل الفضائيات أنه يقف اليوم، لأنه نفس الانتهاكات مستمرة ونفس مداراة القضية مستمرة ونفس كل الظلم استمر وكل مداراة الحقيقة ل 22 شهيد مستمرة وتخطيط الملفات مستمرة وكل شيء ما زال مستمرا، حتى أن القضية الوحيدة التي انتصرنا فيها وأوقفنا فيها حوالي 12 متهم وقع إطلاق سراح 3 منهم، لأن مستشار رئيس الجمهورية الحقوقي، وهو رجل حقوقي مع العلم، هذا الشخص هو رجل حقوقي يضغط من أجل إطلاق سراحه. لعلي أرسل رسالة إلى شعبنا التونسي حتى أقول له أن دم الشهداء وأن السجناء السياسيين لا يمكن أن يأخذوا حقهم في أي حكومة إلا أن يبذلوا من جديد دمهم وقوتهم وقدراتهم من جديد حتى يأخذوا حقهم بهذه الأيدي بالقوة، لأن كل الأنظمة تنزاح نسبيا وتدريجيا إلى الدكتاتورية. ولذلك أقول أن الدكتاتورية التي لا تريد أن تنصف السجناء السياسيين بدأت تسير على قدميها صحيح ببطء. ولذلك فأني أدعو كل المظلومين أن يقفوا ضد أي دكتاتورية تريد أن لا تنصف هؤلاء. وأنا أقولها شهادة مثل ما قلتها في عهد بن علي، ولم أكن لأقول هذه الشهادة لولا الألم، لأن 3 قضايا خسرناها في عهد الحكومة الحالية وأكثر من 3 قضايا هناك متهمين وقع إطلاق سراحهم، وإن شاء الله نكون نهار ما يقعش اغتيال الحقيقة باغتيال الأفراد وباغتيال من يريدون أن يغتالوا هذه الآلاف التي تقف من أجل عفو التشريع العام والتي ضحى فيها هؤلاء من أجل أن يصل هؤلاء إلى الحكم. ولذلك أنا سأعرج حتى على العسكريين من 88 ما خذوش حقهم،
انا اخشى انه 7000 سجين بعد 2011 و2012 ما ياخذوش حقهم بالمرسوم لانه ما تفعلش وما مشاش قانون. ويا ويلي انه نهار ما يمشيش قانون، لانه الطرف المقابل سيقول جمله واحده: حكومتكم لم تنصفكم لانها تعتقد اعتقادا راسخا انكم لستم مساجين سياسيين بل انتم مجرمون، ولذلك سيعتمد الحكومه اي حكومه قادمه ان حكومتكم لم تنصفكم لاننا مجرمون، لاننا مجرمين، وبالتالي نحن لسنا مجرمين، ولذلك لابد ان ننصف اليوم حتى لا يزعم يوما ما اننا كنا مجرمين.